السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى تكونوا بخير وأحوالكم طيبة وأموركم هانية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم قفيفلات تطوانيين معروفين في الشمال، مقادير بسيطة وسهلين في التحضير بلا ماكينة، غير باليد كيجيو مقرمشين ولدادين. ما نطولش عليكم، تقلوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمقادير فغنحتاجو 250 غرام الزبدة، نص كاس السكر سنيدة، وكاس الزيت مع مارشي، كاس المزهر، 2 البيضات، 3 المعالق الزنجلان محمص شويه، و2 معالق ما بين النافع وحبة حلاوه، معلقه صغيره الملحه، وكيس من خميره الحلويات 7 غرام، وتقريبا كيلو من الدقيق الابيض. على بركه الله ذوبت الزبده غير حيت الحال بارد باش تجيني سهله في الخدمه. يمكن لكم تخدموا بها الا كانت رطبه بلا ما تذوبوها. وغنضيف كاس الزيت مباشره، غنكب الخليط في القصريه، غنضيف الملحه والسكر ومزهر، وغنبدا نخلط. من بعد غنضيف البيض ونخلطو مزيان. بالنسبه لهاد القفيفلات ما كيجيوش حلوين كما شفتوا، عملت غير نص كاس السنيده ومعلقه صغيره د الملحه، كيجيو مالحين ومقرملين رائعين في المذاق. وبالنسبه للمزهر كنحتاجو كاس فحال عبار د الزيت، غير انا عندي المزهر مجهد داكشي علاش استعملت غير النص. وغنضيف النافع وحبة حلاوة بعد ما طحنتهم وغنغربلو. والزنجلان وغنخلط كلشي مزيان. ودابا غنبدا نضيف الدقيق، غنغربلو مع الخميره. وغنبدا نجمع الخليط شويه بشويه. وهاد العجين ما خصوش يكون ثقيل ولا خفيف كيتلصق باليد، المهم يكون مرخوف شويه. غنبقى مستمره كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على عجينه رطبه. المهم ما كملتش شي كيلو، تقريبا شي 800 غرام. من بعد ما جمعت العجينه كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. غنعملها في بلاستيكه درتها على من وجد لاطا او الصينيه اللي غنعملها فيها. ودابا غنشكل القفيفلات بهذه الطريقه. غنحربل العجينه غير بيدي
ونعمل دوائر أو دبيلجات يكونوا رقاقين، نحربلهم مزيان تقريبا نفس الحجم، ما نخليوش شي جهة تكون غليظة وجهة رقيقة. صافي، وكنحاول نعمل نفس الحجم باش يجيو قد بعضياتهم. ملي كنلويهم غنطبع بشي حاجه الا عندكم بواحد، انا طبعت غير بهذا كما كتشوفوا، ولا غنطبع غير بالصبع ديال يدي. الا كان عندكم شي طابع متوفر في البيت تقدروا تطبعوا به، المهم خصهم يطبعوا مزيان باش ما يتحلوش منين ندخلوهم يطيبوا. غنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل العجين اللي عندي كامل. وملي كيرتاحوا واخا كيطلقوا شويه د الليدام ما تخافوش منهم، ملي كندخلوهم الفران كينشفوا وكيجيو مقرملين. من بعد ما كملت العجين اللي عندي كامل، طربت واحد البيضه كامله، زدت عليها شويه د الحليب، صافي غندهنو وغنزوقهم بشويه د الزنجلان، من بعد غندخلهم الفران. وهادو هما القفيفلات من بعد ما طابو خرجتهم الفران، كيجيو على هاد الشكل هذا محمرين دغيا كيطيبوا ما كيتعطلوش. وهذا هو الشكل النهائي للقفيفلات، الصراحه كيجيو روعه في المذاق، ناقصي السكر وكيجيو مالحين ومذاق النافع وحبه حلاوه والمزهر، كيجيو لذاذين مع القهوه ولا اتاي في العشيه، ومعروفين في الشمال كيتباعوا في المحلات بزاف. وكما شفتوا مقادير بسيطه وسهلين في التحضير. كانت هذه وصفة اليوم، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وكالعادة ما تنسوش لي جيم كومونتير. ملتقانا في وصفة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.